الحقيقه سوا. طب انا عماله من اول الفيديو اقول بيدوفيليا بيدوفيليا، اصلا يعني ايه بيدوفيليا؟ كلمه بيدوفيليا دي اصلا جايه من اصل يوناني، بيدو يعني طفل، فيليا يعني حب. بس الموضوع ده ابعد ما يكون عن الحب. البيدوفيليا هو اضطراب نفسي وفيه بينجذب الشخص انجذاب جنسي للاطفال، وخاصه الاطفال اللي تحت 13 سنه. واللي عنده الاضطراب ده ممكن يبقى عارف انه مريض، هو مش شرط ان هو يكون ارتكب جريمه، بس هو من جواه حاسس بالاحساس ده. طيب كده عرفنا يعني ايه بيدوفيليا. امتى بقى اكتشفوها؟ العلم بدأ ينتبه للموضوع ده في اواخر القرن ال19، لكن اول مره اتسجلت كتشخيص نفسي كانت سنه 1886 على ايد دكتور الماني اسمه ريتشارد فون كرافت، وتم تصنيفها رسميا كاضطراب نفسي في كتب الطب النفسي. طب ايه هي اسباب البيدوفيليا اصلا؟ لحد النهارده العلم لسه ما حسمش السبب 100%، بس في عوامل ممكن تكون مسببه للمرض، زي مشاكل او صدمات حصلت وقت الطفوله، واختلال في وظائف الدماغ او الهرمونات، وفي اضطرابات نفسيه كتير ممكن تسبب ان الشخص يبقى عنده الاضطراب ده، او حتى ان الشخص نفسه اتعرض لاعتداء وهو صغير. طب نتكلم في اهم حاجه بقى، هل يا ترى البيدوفيليا ليها علاج؟ هي ليها علاج، بس العلاج مش سهل ابدا، لان الهدف من العلاج ان احنا مش بس الشخص ده يوقف السلوك، لا، ان احنا لازم نخليه يتحكم في الافكار. فالعلاج بيشمل العلاج المعرفي السلوكي، وادويه بتقلل الرغبه الجنسيه، وكمان بينضم لمجموعات الدعم النفسي. وفي بعض الدول عندها برامج للمراقبه بيتحط فيها الشخص اللي عنده الاضطراب ده تحت المراقبه عشان ما يأذيش طفل بريء ملهوش ذنب في حاجه. بس الأهم إن الشخص لازم أصلاً يطلب المساعدة قبل ما يتحول لمجرم. نخلي بالنا من الشخص اللي عنده ميول بيدوفيليا بس ما أذاش طفل، والشخص تاني اللي أذى واعتدى على طفل. الأولاني شخص محتاج للعلاج، التاني مجرم يستحق العقاب. وفي النهاية لازم الشخص اللي عنده الميول دي أو اللي عنده ميول غير طبيعية يطلب الدعم وما يتكسفش قبل ما يأذي حياة طفل. والاهل لازم يوعوا اولادهم ويحموهم وما يثقوش في اي حد حتى لو الشخص ده قريب. فاحموا ولادكم وعرفوهم ان السكوت عن اي تصرف مريب بيخلي المجرم يتمادى في اللي هو بيعمله. ولو الفيديو عجبكم اعملوا له شير وخلوا غيركم يستفيد، وخليكم فاكرين دايما ان الوعي هو اول خطوة للحماية.